السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ بص، انا هعمل كشري مصري. انا بحمر البصله اهي اللي هرش عليها واوريكم هعمل ايه. البصل اهو هيطرش، طلعته خلاص من الزيت، اتعمل مقرمش وحلو. الرش والكشري اهو. بص يا حبايبي، العدس ابو جبه اهو، حطيته في الزيت شوحه شويه، وبعدين هطشه بالميه يتسلق حبه. هوريلكم. الكمون ده حطيت فيه كمون وفلفل. وفلفل اسود. متنسوش يا حبايبي اللايكات، الاشتراكات والشير. تشرب المية لغاية ما يستوي كده، يبقى مستوي يعني مش قوي عشان هتحطه على الرز. 3/4 سلقة، وبعد كده هنوريكم هعمله ايه. بصوا يا حبايب قلبي، هعمل الصلصة بتاعت الكشري. حطيت الزيت وحطيت التومة وحط هريسة. حطيت هريسة اهي، هريسة فلفل اخضر وفلفل احمر. وتتسلى خضر. هترشها بالخل. احمر حلو. هحط الطماطم بقى. ملح ده، الملح، فلفل اسود، مش كده، كمون، فلفل اسود وملح كمون، وطشيت وحطيت الطماطم. بصي يا حبايبي، العدس استوى. حطيت الرز، لو عايز ميه زوده ميه، عايز ميه. حطيت ملح كده طبعا، ملح والكمون والفلفل الاسود. استوى العدس، حطيت الرز لغايه ما يتغطى كده بالميه، وبعد كده يشرب بميته ونغطي عليه يستوي. نغطي عليه بقى لغايه ما يشرب ميته ويستوي، بعدين نوطي عليه.
بصوا يا حبايبي، كشري اهو شكله جميل ازاي ومفلفل وجميل. حط عليه صلصة، ده التقلية، دي الصلصة ودي الشطة. اهو. وده البتنجان مخلل. اتفضلوا تعالوا كلوا، ألف أنا والشفا. ما تنسوش بقى اللايكات والاشتراكات والشير.